النتيجه اللي انا قاعد معاها دي. فاللي هو ثم تاتي بقى فقره اللي هو بيبي حياتي بين كل كلمتين وتاثر مرهف كل 3 ثواني. ده النموذج اللي بتبقى عايز تقول لها على فكره العالم اكبر من كده بكتير، وللاسف انا النموذج ده جاب لي ضغط واطي. 5، في نموذج المنافسن، والنفسنة هنا ملهاش دعوة بالسن، يعني ممكن واحدة في الأربعينات تكون منافسنة مع حد أصغر بمراحل بس عشان بيشتغل وشاطر، ليه وليه بقى، وعليه تبدأ تعافر، مش في الشغل طبعا لكن في إنها تركبه الغلط. والنموذج ده جميل جدا. قولي ليه؟ هنفترض إنك قلت ليه. المهم لانه ببساطه معتمد على ثوره الشباب اللي جواك عشان تغلط وتقول كلام عشوائي، وعليه خليك انت اصيع، حط اعصابك في تلاجة، ابتسامه هادئه تجيب له هو ارتفاع في ضغط الدم بقى، تسلل في الشرايين مش مشكلتنا، يعني ما نتمناش لحد المرض بس يعني هو اللي جابه لنفسه، هنعمل ايه؟ دي وصفه تم تجربتها من قبل. 6، نموذج حسين فهمي سابقا، احمد عز حاليا، ربنا يفك كربه. وده النموذج الرجالي اللي مقتنع ان ما جابتهوش ولاده وان كل البنات بتحبه، طبعا لانه فظيع مريع شنيع، بيروح كايرو جاز كلاب وبيشرب ماونتن ديو، فانا المفروض انبهر ويغمى عليا وافضل احلم بيه اللي باقي من عمري. دول كتير، وللاسف دول اللي جايبين بنات كتير برضو ورا. النموذج ده غالبا محتاج يتفرج على افلام على سبيل المثال لرشدي اباظة واحمد مظهر كتير عشان يعرف ان مفيش امل بالنسبه له خالص. 7، النموذج بتاع ضاربها صارمه ومقطع بطاقتي، وده اللي فاكر نفسه صايع يعني، وعلى طريقه لا انا ما يهمنيش، لا مش فارق معايا، ولا ممكن افكر، الخ الخ. يتقمص هذه الشخصيه على اساس يعني انه روش، وده اللي غالبا المثل بتاع الصياع ادم مش هز كتاف طلع عليه. 8، نموذج اخر وده الصراحه اثبت نجاح باهر، وصل لاعلى مناصب في البلد، هو صاحب مبدا انا مش عارف بس متاكد، وده طبعا المبدا اللي بداه الاستاذ محمد محي في اغلب البوماته، حيث انه مش متاكد من اي حاجه من اغلب الحاجات اللي حصلت له، وانتهى برئيس الوزراء السابق الاسبق، هم كتير يعني. المهم وده النموذج يعني افضل طريقه للتعامل معاه هتكون بالرد بهدوء، حصل خير ما تقلقش كله بيعدي، جود بوي جود بوي خلاص. 9، النموذج اللزج، وده اللي شايف نفسه بوبيلر ودمه خفيف ومتقمص شخصيه الدي جي 24 ساعه. ده النموذج اللي بيترد عليه غالبا ب ما تنشف يا في ايه. 10، نموذج خلقت لترتبط، وده نموذج منتشر بوفره خاصه على الفيسبوك. هي موجوده في هذه الحياه عشان تحب بس، وانا ما عنديش اعتراض على الحب، ده شيء جميل يعني، بس مش ممكن انتي سقف طموحك هو الحب يعني. خلاص طول اليوم ستايل، عامل ايه يا بيبي، كلت يا بيبي، شربت يا بيبي، خلصت الشغل يا بيبي، رجعت يا بيبي، غسلت اسنانك يا بيبي، هتقابل صحابك يا بيبي، اللي هو تبقى في الاخر عايز تقول لا ابو بيبي على اللي عايز يعرف بيبي، ده زهق ياما في ايه. واخيرا احب اوجه شكر خالص من القلب لل10 نماذج اللي فوق، لان ببساطه اكتر حاجه بحبها في حياتي اني اقابل الناس، لانه الصراحه لولا الناس ما كانش هيبقى في حياتي تجارب ولا حكايات نقعد نهس عليها انا وانتوا، لانه لولا الناس ما كانش هيبقى في حاجه اكتب عنها اصلا، عشان من غير المواقف دي عمري ما كنت هعرف اكتب ال10 شخصيات اللي فوق دول اللي في غيرهم كتير. وعليه شكرا، وربنا يتوب عليكم وعلينا وعليهم ان شاء الله. عليهم.